السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ابو كرم النهارده فيديو جديد. وقبل ما نبدا في اي حاجه يا اخوانا ما تنسوش بقى تدعوا لاخواتنا في غزه وربنا ينصرهم ونصلي على النبي كده في اول فيديو عشان ناخد ثواب. وهي من غير رغي كتير تعالوا نشوف الفيديو بيقول ايه. لو فكرتوا ترازوني لا هاجي شغلك وهرازيك قدام صحابك كلهم، اخلي صحابك كلهم يستهلسوك ويعايروك ويعاملوك وحش قوي ويشوفوك غلط قوي عشان انت غلط اصلا. يعني انت تحس ان هي بتندب واحد صاحبها في الشارع، انت واخد بالك؟ طب يا جدعان اللي ما يعرفش القصه ان هي كان محوشه 10000 جنيه لعلاجها. وابوها خد ال 10000 جنيه دي اداها لعمتها، فهي بقى من ساعتها فتحت لايف تيك توك وعماله تندم ابوها بقى. طبعا تعالوا نشوف، يعني انتوا هتشوفوا مواهب دلوقتي. انت تاخد فلوس بنتك، فلوس اللي انا تعبانه بيها طلع ما بنامش بشتغل بالشغلانتين والتلاته اللي انت ما تقدرش تعمل كده تاخدها تصرفها يبقى ماشي على عيني وراسي تعبانه، ماشي، بس ما تطلعيش تشتمي في لايف ابوك وتهنيه مهما عمل. ده ما يصحش انك تطلعي وتعملي كده، ما يديكيش الحق. ممكن تحلها ود بينك وبينه، انما ما تطلعيش في لايف وتهين ابوك وتمسحه بكرامه الارض عشان كده. ان انا افشخ الدنيا، وانا حقيقه افشخ الدنيا. ده انا ربنا مديني صحه رغم تعبي ان انا افشخ الدنيا. طب ايه المبرر انك تقعدي تقولي مديني صحه مديني؟ طب يا ست ربنا يزيدك، هتعملي ايه بالصحه؟ يعني تروحي تضربي ابوك يعني ولا ايه؟ مش عارفه اقول ايه، اكسر الشقه غور والله منكم لله عربيه تدوسكم. قسما بالله لو بتكلم يعني صاحبتها في الشارع مش هتكلمها بالاسلوب ده، هتكلمها باحترام شويه. عشان انزل يقول لي انت محتاجه ايه؟ اصل انا شفتك في اللايف ما ينفعش اللي بتعمليه. يا حاج انت سايبها في اللايف كده عمال تشتمك وانت قاعد بتستمتع تقول لها سايبها كده عادي؟ ده انت ايه الدنيا بايظه خالص. وحياة اختي ونظر اختي وانا عارفه ان الفلوس دي انا ابويا وداها في حته، عشان كل ما اسال عليها يقول لي ما اعرفش. معيش فلوس اكشف ولا معايا فلوس اجيب علاج. جيت البيت عندي باخد فلوسي لقيت ابويا بيقول لي انا سلفتها لعمتي. يا ست ماشي، انت تعبانه مثلا او عندك حاجه ربنا يشفيكي ويعافينا كلنا، بس برضو مش اللايف اللي مكان انت طلعت تشتمي فيه. يعني انت طالعه تعرفي الناس كلها وتشتمي ابوكي بافظع الشتايم عشان تتاجري يعني بالموضوع وخلاص، ولا عشان تلم فلوس، ولا انت عشان تعملي ايه بالظبط؟ يعني الواحد مش فاهم يعني بالمنطق كده والعقل. زعلان قوي عشان بقول له انا عايزه فلوسي. بقول له طب انا همشي من البيت بيقول لي امشي وما تجيش هنا تاني. استنى انا تعبانه اقول لي تعب استنى. يعني انت تحيي غريب وتموتني؟ ماشي. ايه هجيبهم لك لحد عندك. ده ان هو الكلمه يعني بتعطف عليا ولا ايه؟ فلوسي ما هو كده كده هيجيبهم لحد عندي. انا دلوقتي عايز اكشف امتى؟ دول ما يكفوش كاش؟ لا دول مش هيكفوا كاش. ايوه طب الناس ذنبها انها تعرف المشاكل عليها ده حضرتك؟ يعني انتوا ممكن تحلوا الموضوع ده من غير ما تعرفوا الناس. ليه لازم يعني كده؟ انا مش فاهم. انت بتتخانق ولا انت طالع تتخانق قدام لايف؟ انا مش عارف. يعني انت فاهم انت في مشكله وطالع قدام لايف انا بتخانق يا جماعه؟ طب يعني انت بتعمل ايه اصلا؟ انا راح اكشف على الرئه وراح اكشف على المعده وراح اكشف على المخ وراح اكشف عند دكتور نفساني. طب جيب لي بقى فلوس يلا انا عايز اكشف. يا ست كسبوا دول نجيب يا عم انا ما قلتلكش طلع لي من جيبك اكشف يا عم. انا عايزه فلوس اكشف بيها يا عم. ماشي. انت هتجبي عليا. ولا معمول ما نجيب التانيين. يدونا التانيين اللي هم كامل اخد 2000 جنيه اذا كان بركب اوبر 300 جنيه 400 جنيه في اليوم. ايه 2000 جنيه دول اللي هم دول؟ اه دول 2000 جنيه. 2700. 2700 ماشي اعمل بقى مواصلات 700. 2000 جنيه دول ابيع بيهم. هو انت طلعت فصل في اللايف مين يزود ومين ينقص؟ لا انت ايه حكايه الفلوس معاك يا حضرتك؟ ايه ولا اشاعات ولا تحاليل؟ انتوا هتكدبوا وتصدقوا الكدبه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مصدقين اللي انتوا فيه؟ تسووا العلاجات هنكون جبنا فلوس. لا قبل ما تشيل اسمك كده من جنب اسمي في الشهاده عشان انا بتخانق بتقرف ان انا عندي اب. لما انت بتتعرف اللي انت عندك اب، ما هو هيعمل ايه؟ لا يولع فيك بجاز. طب اللي انت بتعمليه ده برضو انا يا جدعان هقعد اعدها وازيدها. يعني انت لو ابوك عمل فيك ايه ما ينفعش تطلع يا جدعان تقول كده. انت يعني انا مش قادر استوعب الموضوع. يعني ده هي مفيش تربيه خالص. طب ولسه بقى اوقفك نفس الوقفه دي في المحكمه. اوقفك كده وقفات كتير الايام الجايه. لا خليه يبرد مش هيجيله سرطان. يا نهار ابيض، ده ابتدى على ابوها. يخرب ايه الجحود ده؟ انت كنت بتعملي انت كانوا بياكلوك جحود بس ولا ايه؟ انا نفسي افهم. ايه فيش بقى؟ يجي له هو واللي بيحبهم مش هو اللي بيكرههم، لا هو واللي بيحبهم. زي ما انا صعبان عليا نفسي اوريك وانت صعبان عليك نفسك. مش عارف ترد مش عارف تبرر لنفسك.
يعني انا مش عارف هو ليه ابوها يعني ساكت على كل ده، يعني بدل ما يجي يديها قلمين امها تزعقها تعقلها يكسر التليفون ده خالص، لا سايبها عادي كده. اطلعي يا بنت وري الناس مشاكلنا اطلعي يمكن حد يديكي اسدنا ولا حاجه. ايه يا جدعان انتوا امسكوا العقل يا جدعان. تاخد فلوس بنتك تعبانه بيهم عشان تسلفهم لناس، ده مش عارفه اكشف، مش عارفه احلل ولا اكشف، تروح تسلفهم لناس ومن ورايا يا بجحتك. يا ست ماشي انا معاك ان الحركه وحشه، هي حركه زباله فعلا، بس برضه يعني هو لو قتل قتيل مش هتعملي كل ده. وبرضه ليه طلعت تسب وبتشتمي كل ده في اللايف مخصوص؟ ما هو اكيد وراكي هدف من كده. لو زعلان قوي متأثر قوي. يعني بعد كل ده انت بعد ما مسحت باب الشقه زعلان اللي هو متاثر وزعلان؟ يعني ده المفروض ينتحر بعد اللي انت قلتيه ده. انا مش ضمناها اصلا. متشكرين يا محترم. فلا انا قلت الادب وتعلمت قله الادب على ايديكم. متشكرين يا محترم. انا لا برضه تاني يا عم، انا بقول لك انا قلت الادب، انا اللي بنطقها من بقي كده بقول لك انا قلت الادب. انت متخيل يا جدعان منظر الناس في اللايف هنا كله ضحك ضحك ضحك؟ يعني لما الناس كلها حرفيا عرفت الموضوع زي بقى الناس اللي بتسجل اللايفات دي وتقعد تنزلها، فيعني حتى يعني محدش عشان يطلع يقول لي انت بتتريق او مش هتريق، بس برضه مش يعني انت متخيل هتعمل ايه لو في اطفال مثلا بتسمع او كده ممكن تتعلم من الموضوع ده وتطلع. يعني الموضوع كوميديا سوداء قوي، انت فاهم؟ الموضوع مش مضحك للدرجه. وقايله لها الصبح انا معيش فلوس اكشف، جاي عشان اخد الفلوس الاقيه بيقول انا اديتها لعمتك. وحضرتك انت كدابه؟ حد قالك انت كدابه؟ طب انا عايزه فلوسي اكشف انت لما اموت. لا بس يا نهار ابيض يا نهار. يعني معلش يا جماعه بقى مش هنقدر نكمل يعني من المزبله دي، فتعالوا نفصل بفيديوهات تانية. يا نهار اسود، عم احمد السبكي ده طب يا عم احمد السويسي ده يا جدعان عسل جدا الصراحه، تلقائي جدا ورقه فشخ. عجبته وربنا، بس انا عاوز امثل مع محمد رمضان. ده السبكي اللي معلقه بجد، يعني ده الحساب الرسمي. المشكله ده دخلت فعلا يا جدعان وهو فعلا الحساب الرسمي بتاع السبكي اللي معلقنا. انا مش عارف يا عم احمد سبكي عايز ينتج فيلم قصه حياه السويسي، والله تنفع قصه فيلم. حبيبي يا عم حاجه هبعت ابويا يمضي، فاضل لي سنه ومستنيني يا عم احمد. مش مصدق نفس الناس بتتفرج عليا يا عم احمد، وربنا طب هترشحني في فيلم ايه؟ حبيبي يا عم احمد وربنا اجي لك حافي والله يعملها، انت تخش في اي فيلم يا سوسي هتكسر الدنيا. بس انت بس امر وقول لي هتعمل ايه وانا هنعمل. انا ممكن انضرب، اعمل اي حاجه اتشقلب، انا موهوب يا عم احمد. انا جاي في اي حاجه، اي تمثيل جاي فيه. باخد 600 700 جنيه وبصرف 600. بص يا صاحبي انا اقول لك ب 20 جنيه تجيب لك اكل يكفيك اسبوع. امشي معايا، خليك معايا واحده واحده. انت بتهرج صح؟ 20 جنيه يكفيك اكل اسبوع؟ يعني ال 20 جنيه دي عندنا تجيب كيسين شيبسي يا اسطى، يعني ما تهزرش يا اسطى والنبي. الاكل ب 20 جنيه تاكل اسبوع، خليك معايا. طبعا مش 20 جنيه، 20 يورو طبعا. عادي هتقوم جايب لك بقى كوره الصرف في 10 تفطر كل يوم الصبح بونور ترنتا نوفي، خليك معايا. وتجيب لك واحد شعباتشينو ب 2 جنيه. واحد زي ده عندنا في مصر هتلاقيه ب 100 جنيه اقل حاجه، العلبه اللي ماسكها دي. جنيه 49 قرش، ادي كده انت دخلت لك في 4 جنيه كده ضمنت فطارك اسبوع كامل، خليك معايا. تقوم جايب لك ازازه لبن سمك بجنيه. ايوه اهي ادي كده 5 جنيه، خليك معايا. وتجيب لك كيسين مكرونه كيلو، كيسين مكرونه كيلو هيعملوا معاك 2 جنيه، ده كده 7 جنيه. وتجيب لك كيس رز ب 2 جنيه 99 قرش. تمام اصلا يعني كل ده لسه 7 جنيه ولا حاجه اصلا يا سويسي يعني الحمد لله على الفقر والجدعنه. انتوا متخيلين يا جماعه الطول؟ يعني ما شاء الله، يعني ما 2 متر ونص ده او 3. انت متخيل هو جنبه حرفيا بيبي؟ انت متخيل؟ خلاص يا اسطى هو فهم غلط والله، ما عادش هيعملها تاني. طب بتحب تخرج فين؟ تعرفي بجة؟ ايه؟ بنروح بجة، يعني ده مطعم الواد يا اسطى تلقائي فشخ، انت فاهم اللي هو انا جاي بص على الله. سمين جامد جدا. مطعم ايه؟ سمين. اوكي. ده الديت بتاعنا. ديت حرش. قالت لي بحبك ويا ريت ترد عليا، قلت لها بصراحه ما بردش على اشباه النساء. ايه
انت تمام يا اسطى، انت زي الفل. الله يعينك على شنبك بتاع الاعدادي ده. طيب كده يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا، ولو انت وصلت معانا لحد هنا في الفيديو انت من الجامدين بقى. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تشترك في القناه وتعمل لي فولو على الانستا. سلام. ومين ظلم ومين اتظلم ده مش مهم، هيفيد بيه